السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين في الاستراكشرال ديزاين باترنز. دلوقتي هنتكلم على وزن الدبانة ديزاين باترن. ماشي. فلاي ويت ديزاين باترن ده او وزن الدبان او وزن الذبابة او ايا كان يعني المصطلح. احنا بنتكلم على وزن خفيف، يعني عايزين حاجة تبقى خفيفة معانا. ماشي. هنفهم ده يعني مع الوقت كده واحدة واحدة، نفهم ايه المقصود بكلمة الوزن الخفيف. يعني انا عايز ما يبقاش عندي كومبوننتس كتيرة في الميموري، مش عايز يبقى عندي كلاسز كتيرة في الميموري. تمام. مش عايز اخزن حاجات كتير في الميموري. عايز يعني efficiently ريسايكل ايه الاوبجكتس اللي عندي او الكومبوننتس اللي عندي عن طريق ان انا اعمل ستراكشر معينة. الستراكشر المعينة دي هتساعدني في ان انا ايه ابقى فلاي ويت يعني. الفيديو بيمشي ازاي؟ اول حاجه نعمل ريكاب على structural ديزاين باترنز زي كل مره، عشان بعد كده برضو نبدا نقول على مثال كده من حياتنا يعني يقرب لنا الفكره. بعد كده نتكلم على كلاس دايجرام وامتى بنستخدم الديزاين باترن ده، وريل بروجرامينج سيناريوز وكود اكزامبلز وبيت فولز ونوتس. لو الفيديو بيعجبك او الكونتنت عاجبك يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب وتشير الكلام دوت مع الناس بحيث اكتر عدد من الناس تقدر تستفيد. لو حاسس ان الكونتنت ممكن يبقى افضل، في عندك حاجه شايفها ان هي غلط او مش معموله باحسن طريقه، ممكن تقول لي وممكن نعيد ايه نعيد الفيديوز بشكل احسن يعني ان شاء الله، وانا هكون سعيد جدا باقتراحاتكم. طيب، structural patterns زي ما اتفقنا هي عباره عن حاجه جايه من structure. كلمه structure جايه من structure. يبقى انا عندي شويه كلاسز او شويه اوبجكتس او كومبوننتس، وانا عايز اخلي الاستراكشر بتاعتهم او طريقه تركيبهم ببعض، الكومبوزيشن ما بينهم احسن ما يكون، بحيث ان ده يساعدني في ايه، في الحاجات بتاعه ايه الاوبجكت اورينتد اللي احنا متفقين عليها، اللي هو انا عايز ان الكود بتاعي يبقى تيستبل، اقدر ان انا اعمل تيستنج بكل بساطه. عايز ان الكود بتاعي يبقى اكستندبل، اقدر اضيف ليه من غير ما يحصل مشاكل. اقدر ان انا لما اعدل في حته ما تضربش معايا في 100 حته، لما اجي اكستند الكود يعني احط حاجه زياده ما يضربش معايا في 100 حته. برضو لما يبقى عندي باج او عندي مشكله اقدر احط ايدي على المشكله دي فين من غير ما اقعد الف حوالين نفسي وما بقاش عارف منين بيودي على فين. طيب، مثال لذيذ كده سريع بس يوضح لنا الفكره، مش هناخد فيه وقت. الديزاين باترن ده بسيط يعني، وبيستخدم كتير قوي في الجيم ديفلوبمنت، يعني لو انت بتشتغل على جيمز او بتعمل جيمز في الاندرويد او كده. فلو عندك واحد اسمه خالد وده خال او عم خالد، فجاء العيد فقام خالد دوت او عم خالد، عشان بس خالد دي تبقى صعبه عليا وانا بنطقها. عم خالد جاب ظرف وقام حط فيه فلوس واداها لخالد. تمام. خالد مسك الفلوس دي، قامت والدته ظهرت وقامت قالت له هات يا خالد الفلوس عشان انا يعني في المجتمعات، يعني بعض المجتمعات يعني العربيه يعني بيبقى ساعات الموضوع بيمشي بالشكل ده يعني. ان هو يعني بيبقى الاسر فقيره على قد حالها، بس بيبقوا عايزين برضو ايه يعني يعملوا الواجب مع بعض او كده، فبياخدوا الفلوس يدوها من طرف بيديها للتاني، ونفس الفلوس ترجع تاني لايه للطرف الاولاني. بمعنى ان والدة خالد هتيجي تقول له هات الفلوس دي يا خالد، او هات الجواب الظرف اللي انت ايه اللي انت اخدته ده من عمك، وهتقوم هي تدي ايه تدي نفس العيدية دي اللي هو الولد اخدها، تدي ايه تديها لولاد عم خالد يعني. ماشي. فالقصه كلها ان هي هتروح وتقوم واخده نفس يا دوبك بس هتغير الاسم اللي على الظرف بنفس الفلوس بنفس ارقام الفلوس بنفس كل حاجه، يعني نفس الفلوس اللي ابو الولد دوت اداها لخالد من شويه اللي هو عم خالد يعني. نفس الفلوس يا دوبك بس شالت الظرف وكتبت على الظرف اسم الولد دوت، وقامت اديته نفس الفلوس اللي ايه يعني الاب ده او الراجل ده ادى الفلوس لخالد. قامت الام اخذت الفلوس غيرت الاسم اللي على الايه اللي على الظرف ده، وبعد كده قامت اخذت نفس الفلوس هي اديتها لمين؟ ده ابن الراجل ابن الراجل ده، عشان لو حد بس مش مجمع الحاجات دي. طيب، فعندنا هنا الريسايكلينج ده اكنه كوست افيشنت يعني، فهم يعتبروا الطرفين ما خسروش حاجه، هي نفس الفلوس. الراجل ده طلع فلوس وفي الاخر وصلت لاولاده، فيعني ايه رضينا كل الاطراف وكله فرح وحس انه خد عيديه يعني لفتره من الزمن يعني. المهم، فالصوره دي من جيكس فور جيكس، هي بتبين لي مثلا امتى استخدم ديزاين باترن زي ده او امتى نعمل ريسايكلينج. لو انا عندي مثلا في تو تيمز او تو نوعين من البلايرز في لعبه معينه احنا شغالين عليها، هما في الاخر بلايرز يعني من نوع بلاير. ماشي. وكل واحد منهم او كل فريق بيبقى عنده تاسك معين غير التاني، الفريق ده عنده تاسك والفريق ده عنده تاسك، وكل كل واحد من البلايرز اللي هما في كل فريق بيبقى عنده عنده سلاح معين بيستخدمه. فاحنا كده كده في الجيمز يبقى في حاجه اسمها ريندر. الريندر ده اللي هو اللي هو بيروح ياخد الاوبجكتس ويرندره فانت تشوفه على السكرين بتاعتك. ماشي. اللي بقى ساعتها بقى الناس بقى اللي بتجمع تعمل التجميعات بقى بتاع الجيمنج والحاجات دي بيبقوا فاهمين الكلام ده كويس قوي. فالرندره او سواء الناس اللي بتعمل فيديوز او الناس اللي بتلعب جيمز عارفين يعني ايه ريندر. الريندر ده ان انا باخد الكومبوننت بتاعي ده وابدا ان انا ارسمه على الشاشه. ماشي.
فبيبقى في الميموري مكان بتقول لي مواصفات الكومبوننت ده. حلو. فلو انا عندي مواصفات الكومبوننت اللي هو شكل البلاير في اللعبه، هو هيفضل نفس شكل البلاير، يعني هو بلاير في الاخر، بس اللي بيختلف فيه هو التاسك والويبن اللي شايله بلاير، بس شكل البلاير اللي هيترندر قدامك على السكرين المفروض يبقى هو نفس الشكل. فلما عندي حل من اتنين، ان انا اروح في الميموري بتاعتي، انتوا المفروض تكونوا فاهمين يعني ايه ميموري، يعني بانك بروجرامر، يعني في الميموري بتاعتي ان انا اكون مخزن لكل بلاير الداتا الخاصه بالبلاير ده، او المواصفات الخاصه بالبلاير ده، زي الابعاد وزي الشكل وزي اللون. وبالتالي لما يجي الانجن اللي بيرندر يروح على الميموري، يقوم واخد الكومبوننت ورسمه، فيبدا بقى يروح لكل كومبوننت في الميموري ويرسمه. مثلا لو عندي 4 بلاير من نفس الفريق، 4 بلايرز مثلا تبع البلو تيم، يروح ياخد يبقى في 4 بلايرز موجودين في الميموري، يعني في 4 موجودين في الميموري، 4 حتت في الميموري محجوزين، كل حته فيها مواصفات البلاير وفيها حجم البلاير وفيها الكلام ده. طب ما الاربعه دول لو جينا نفكر نلاقي ان هم كده البلاير اللي بيترندر على الشاشه شكله واحد، يعني ليه ابعاد معينه، ليه لون معين، ليه مش عارف ايه. طب ما الحاجات دي طالما كومن، طب ما انا اخلي عندي اوبجكت واحد وافضل استعمله، اعمل ريسايكلينج، يعني يبقى عندي اوبجكت واحد في الميموري، ولما يجي البتاع ده يرندر نفس الاوبجكت. طب الاوبجكت ده مواصفاته اختلفت، مثلا سين السلاح بتاعه اختلف، ف يا دوبك هنعدل على الميموري على السلاح، ولما يجي الانجن بتاعي اللي هو بيرندر الحاجات على الشاشه، او بيرندر وانت بتلعب الجيم، بياخد الاوبجكت ده ويرسمه على الشاشه، يقوم رايح واخد نفس الاوبجكت، بس ايه انت عدلت، بس هو اوبجكت واحد اللي موجود عندك في الميموري لكل فريق، لان كل فريق ممكن يبقى ايه ليه اوبجكت مختلف عن التاني. وبالتالي الانجن بتاعي ده كأنه فاكتوري كده، او كأنه مصنع بيروح ايه بياخد زي بيستخدم كومبوننت وبيروح على الميموري، يلاقي واحد بس من الميموري كده، يقوم واخده ويقوم رسمه. طب اتعدل، ما نروحش بقى نعمل كومبوننت جديد او نعمل كلاس جديد ويقوم هو رايح الانجن يجيب الكلاس الجديد ويرسمه على الشاشه، لا نفس الكلاس نبدا نعدل بس في مواصفاته حاجات بسيطه، بس هو نفس الريفرنس في الميموري، نفس المكان اللي محجوز في الميموري اللي البلاير ده واخده هنستخدمه. ماشي. يبقى احنا بدل ما عندي كذا كلاس، عندي كلاس واحد هستخدمه واقعد اعدل فيه بحيث ان انا ارسمه على الشاشه مثلا يعني. تمام. فامتى بنستخدمه؟ عندي كذا اوبجكت بيشيروا بعض الكاركترستكس، يعني عندي كل البلايرز مثلا ليهم ابعاد معينه، ليهم اكس وواي وزي وشكلهم معين او الكلام ده كله، فخلاص يبقى انا هعمل اوبجكت واحد ويبقى فيه كل الابعاد دي. طب في مواصفات بتختلف من بلاير لبلاير، خلاص كل ما ابقى عايز ارندر بلاير اقوم ايه معدل المواصفات دي على نفس الاوبجكت، ما عنديش اكتر من اوبجكت، نفس الاوبجكت اعدل عليه المواصفات واقوم عامل ايه واقوم رايح مرندر. بيستخدم في الجيمز، في الورد بروسيسنج ابس، يعني مثلا لما تيجي تكتب حروف في الوورد ولا الكلام ده، فهو مش المفروض ان هو كل حرف بتكتبه يقوم رايح عامل له مكان في الميموري، يعني يقعد يخزن حرف، لا ده هو عارف ان انت بتعمل حرف، فالحرف ده ليه مميزات معينه او ليه ابعاد معينه، تبدا ان انت بس ايه لو انت لونت الحرف وهيترندر على الشاشه، فيقوم عامل ايه يقوم ماسك بس مغير اللون ويقوم يرندر نفس الحرف، ما يقعدش ان هو ايه بيستخدم نوع من انواع الريسايكلينج. برده دروينج ابس، لو انت بترسم سيركلز او بترسم اي نوع من انواع الحاجه اللي فيها ريندرنج، رسم على الشاشه ولا الستريتور ولا الكلام ده كله، برضو البروجرام بيبقى السوفت وير بيبقى افيشنت، يعني مش بيقعد يعمل اوبجكتس في الميموري كتيره جدا. ماشي. هو بيعمل اوبجكت واحد بيشير بعض الكاركترستكس، فكل الحاجات اللي بتشير الكاركترستكس دي اللي هي شكلها دايره في الاخر، بس مثلا لونها اتغير، فهي دايره واحده اللي موجوده في الميموري، والانجن يروح ياخدها يقوم راسمها، لونها اتغير، اغير الدايره الواحده اللي في الميموري دي، اغير لونها، ويقوم الريندر رايح واخد نفس الاوبجكت وراسمها، بس ما حطيتش ايه ما عادش اعمل دوبليكيتس يعني من الايه من الكومبوننتس اللي عندي او الشيبس او ايا كان الكونتكست اللي احنا بنتكلم عليه. جميل 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 جميل. طيب مثال زي الورد بروسيسنج ابس، يعني لو انت عندك الحروف يا دوبك بس بتغير اللون او بتغير الفونت، فاحنا مش كل شويه الريندرر ده يروح يجيب حرف من الميموري مثلا، يعني احنا بنقرب الموضوع، ممكن ما يكونش ماشي كده بالظبط في الوورد يعني. ممكن نبص على الكود دلوقتي سريعا. فنفترض ان احنا عندنا في انترفيس اسمه بلاير، والله عشان يبقى اسمك بلاير لازم يبقى عندك ميشن وعندك ويبن وعندك ريندر فانكشن ترندر منها البلاير ده. فعندنا ريد تيم بلاير وعندنا بلو تيم بلاير. الريد تيم بلاير ليه مهمه ان هو يكابتشر الريد فلاج، والبلو تيم ان هو لازم يكابتشر البلو فلاج، وكل واحد عنده الويبن بتاعه، وهم كلهم بلايرز، يعني الريد تيم بلاير ده عباره عن بلاير، كلاس ده عباره عن بلاير، وكلاس ده عباره عن بلاير. ماشي. الاثنين ليهم فانكشن بترندر، فانكشن رندره بتقول الويبن وبتقول الميشن بتاعت الايه بتاعت البلاير ده. حلو جميل. طيب وعندنا في بلاير فاكتوري. بلاير فاكتوري دي زي ما اتفقنا، او الاستراكشر اللي احنا عملناها دي، ان انا يبقى عندي بلاير فاكتوري وعندي بلاير، كل اللي بتعمله ايه ان هي بتطلع لي بلايرز، بس هي يعني efficient فاكتوري، هي فاكتوري ذكيه شويه. ماشي. فاكتوري ذكيه ازاي؟ بان هي عندها بلايرز، ماشي، عندها ماب، هاش ماب. ماشي. الهاش ماب دي اللي هي حاجه بتاكسسها بالكي، يعني عندك كي مثلا معين تروح تاكسس بيه الفاليو، كي وفاليو بير يعني. ماشي.
فلو مش فاهم يعني ايه كيو فاليو بير مش مشكله، مش المهم ان دي فاكتوري بتطلع لي بلايرز يعني. فعندها زي ريفرنس واخده بالها من ايه، هي مكريتها لو البلاير ده اول مره يتعمل، فهتقوم رايحه عامله ايه، عامله له مكان في الميموري. فهنا لو البلاير ده ريد تيم، تقوم رايحه عامله ريد تيم بلاير، وتقوم حاطاه فين، مخزناه عندها الفاكتوري بقى عندها نسخه عارفه فين الايه الاوبجكت اللي عملناه ده حطيناه فين في الميموري، بقى عندها ريفرنس ليه. تمام. نفس الكلام مع البلو، لو هو اول مره يتعمل تقوم عامله نفس الكلام. ولو حاجه ثالثه طبعا من ايه، بنثرو الليجل اكسبشن عشان ما فيش عندنا حاجه غير الريد وغير البلو، مش مشكلتنا دلوقتي. فدلوقتي لو انا عايز اروح اجيب بلاير مثلا سي انا عملت بلاير 1 وعملت بلاير 2 ماشي، فهنا بلاير 1 هاجي اعمل ايه، اقول له بلاير فاكتوري تو جيت بلاير اوف بلو تيم، فهو راح كده هيعمل ايه، هيروح للفانكشن بتاعت الفاكتوري دي، في الفاكتوري دي هيقوم عامل بلاير جديد، لان ما انا ما عنديش البلايرز لسه، ما فيش ولا بلاير لسه بادئ الجيم، ما فيش اي بلاير، فيروح عامل ايه، عامل انستنس من البلو تيم بلاير، ويقوم ايه حاطه عنده او مخزن ريفرنس عنده، عارف هو موجود فين في الميموري. طيب حلو. بعد كده هنبدا نحدد السلاح بتاع البلاير ده، فاحنا غيرنا في مواصفاته وغيرنا في الايه، وعملنا له ريندر فترندر على الشاشه. بلاير 2 برضو هنروح جايبين بلاير من الفاكتوري، برضو نعمل ايه بلاير تاني بلو تيم، بس بلاير 2 لما نيجي نروح على الفاكتوري مش هتروح تكريت لي بلاير جديد، مش هتروح تعمل انستنس جديد، مش تعمل انستنس جديد من الايه من الفاريبل ده، هتروح ايه تبص والله لو انا بلايرز اللي عندي اللي انا عارفاهم كفاكتوري موجود فيهم بلو بلاير، خلاص انا استخدمه هو رجعه هو بس هغير في مواصفاته. فانهم عاملين ايه، والله هتبص تلاقي هل انا عندي بلو بلاير، هنلاقي ان احنا عندنا بلو بلاير من البلو ايه، من البلو بلاير اللي فات اللي احنا لسه عاملينه، هتقوم مرجعاه هو بالظبط نفس اللي كان موجود في الميموري ترجعه. احنا بناسيوم ان الفاكتوري دي اكنه الحاجه اللي بترندر يعني، او الحاجه اللي بتطلع لي الاوبجكتس اللي هي الايه، بتطلع لي الاوبجكتس يعني، عشان لما اجي ارندرها اقدر ارندرها على طول. بس احنا زي ما اتفقنا في الاخر خالص الماكسيموم الفاكتوري هيبقى عندها 1 ريفرنس ل1 بلو بلاير، 1 ريفرنس لايه، 1 ريفرنس لريد بلاير. يعني هم مفيش غير 2 بلايرز بس اللي في الميموري، بس احنا قاعدين بنشكلهم يعني، بس انا عملت ريسايكلينج يعني، بدل ما اعمل كل مره نيو بلاير، لا انا عندي بلاير واحد بس. طبعا ده الجزء اللي بتكلم فيه دلوقتي ده جزء كرييشنال يعني، بس الاستراكشر اللي عملناها ان انا يبقى عندي فاكتوري ويبقى عندي مش عارف ايه بلاير، ده الاستراكشر دي حاجه ايه، دي حاجه استراكشرال يعني ماشي. بس حته الفاكتوري دي اكيد حته انتوا فاهمين ان هي حته كرييشنال يعني، بما اننا اتكلمنا على كرييشنال ديزاين باترنز. فهنرجع نفس الانستنس، فلو طبعنا الانستنس دوت هيطلع هو نفس المكان في الميموري يعني. ممكن ارن الكلام ده واوريه لكم، بس انا يا دوبك هغير بس السلاح بتاعه، وهغير في المواصفات بتاعته، وهغير في الايه، وغير في الاسم بتاعه مثلا. فلو جينا عملنا رن الكلام ده يا رب يشتغل، يا مسهل الحال يا كريم يا رب. هو مرهق بس شويه، يلا حبيبي. اهو خلاص هيرن دلوقتي. فعندنا بلاير 1 اهو، لو جينا نبص على الريفرنس بتاعه في الميموري هنلاقي ان هو ايه 452 بي 3 اي 41 ماشي، وعنده اي كي 47 ده السلاح بتاعه، المفروض ان هو يكابتشر البلو فلاج. لو جينا بصينا على بلاير 2 هنلاقي برده ان هو نفس الريفرنس 452 بي 3 اي 41 ماشي. فايه هو نفس البلاير في الميموري، هو نفس البلاير، بس احنا بنعدل في الايه، في الويبن بتاعه او السلاح بتاعه، ونعدل في الايه، في المهمه بتاعته يعني، سيب المهمه زي ما هي، بس المهم ان انا استخدمت نفس الايه، نفس الاوبجكت. طيب الكود بتاعي بس ممكن يبقى كومبليكيتد شويه، ده من ضمن العيوب يعني اللي ممكن نبص عليها، ان انا عندي فاكتوري ومش فاكتوري، فعندنا فاكتوري جوه ديزاين يعني، اكننا دخلنا تو ديزاين باترنز في بعض، فلازم تبقى فاهم الاثنين كويس قوي. هو اكنه حته الفاكتوري دي اكنه يعني الديزاين باترن ده كده، هو ايه، هو السنجل تون هو عباره عن كرييشن ديزاين باترن زي ما احنا عارفين، بس انا لو عملت الاستراكشر دي يبقى اكني بعمل استراكشر كده، لو فكرتوا فيها بتعمق شويه اكني بعمل استراكشر لسنجل تون بس ليه كذا انستنس، كذا نون انستنس يعني. سنجل تون بيديني انستنس معين بعينه في الميموري دايما بستخدمه، بس هنا انا عندي اكتر من انستنس والفاكتوري بتديهم لي، فاكني دخلت السنجل تون في الفاكتوري في الايه، في الديزاين باترن اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، اللي هو الاستراكشر اللي هو اسمه ايه احنا بنتكلم عن ايه، اللي هو الايه الفلاي ويت اللي هو وزن الدبانه. المهم في عندنا حاجه اسمها انترنسك واكسترنسك يعني، عشان لو حد قرا في الكلام ده يعني، المواصفات اللي هي اللي بتتغير اللي احنا بنسميها ايه، بتتغير اكسترنالي يعني، فبنسميها اكسترنسك، والحاجات اللي هي الخاصه بالاوبجكت نفسه بنسميها انترنسك يعني. ابعاد البلاير هي مش محتاجين نغيرها، هو البلاير هيفضل بلاير بابعاد معينه، بس الحاجات الاكسترنسك مثلا زي الايه، زي الويبن بتاعه السلاح انا ممكن اغيره من بره، بدليل ان انا جيت هنا في الكلاينت وقعدت ان انا غيرت الويبن يعني. بلاير 2 ده هو نفس بلاير 1، نفس الانستنس في الميموري يعني، ده نفس الحاجه اللي موجوده في الميموري، بس احنا هنا بس سميناه بلاير 2 اكننا عندنا تو بوينترز، بوينتر اسمه بلاير 1 وبوينتر اسمه بلاير 2 يعني، بيشاوروا على نفس المكان في الميموري. وعندنا ايه، عندنا سوري
عندنا بس احنا بنغير في الايه، في المواصفات اللي هي الاكسترنسك، اللي انا اقدر ان انا من بره البلاير اقدر ان انا اغيرها. ماشي. انا ممكن في الكود هنا كنت احط جوه البلاير الابعاد بتاعته والكلام ده، وخليها ان هي ما بتتعدلش يعني، بس ايه انا عامل الكود ده للتبسيط يعني. برضو ممكن نسميه كاش، لان هو يعتبر اكنه كاش. الفاكتوري اللي هنا دي بتلعب دور الكاش. لو انت مش فاهم يعني ايه كاش مش مشكله، بس الكاشنج اللي هو عندنا يعني في حاجات معينه احنا البروسيسور بيحتاجها اول باول او بيحتاجها كتير، فبنحطها له في حاجه سريعه كده اسمها الكاش. ميموري موجوده في الكمبيوتر بتبقى اسمها الكاش سريعه، عشان كل ما يعوز يقوم رايح اخد الحاجه بدل ما يروح للميموري ويجيبها من الاول او الكلام ده. فاحنا هنا عايز بلو بلاير، روح خده على طول من الكاش واستخدمه، بس عدل فيه سريعا من غير ما تروح للميموري وتعمل انستنس جديد وبتاع، فاكنه كاش يعني. ماشي. وبرضه بنيوز الفاكتوري ديزاين باترن زي ما اتفقنا. اتمنى يكون الفيديو كان بسيط. شكرا لكم. لو عندكم اي اقتراحات هكون سعيد بيها ليكم، هكون سعيد جدا ان اسمعها منكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.